واحده بتحكي وبتقول كان ليا زوج بنحب بعض حب اسطوري، لكن ربنا ما رزقناش باطفال، فاقترحت على جوزي انه يتجوز مره تانية، لكنه رفض رفض تام، وبسبب اصراري عليه وافق. رحت مع جوزي وخطبت له بنت وبعدين اتجوز، لكن ما عداش غير وقت قليل وقلبي اتملى غيره وحق لما لقيته بيميل ليها اكتر مني، وخصوصا بعد ما خلفت له طفل جميل جدا، لحد ما جه يوم وقال لي انه هيسافر مع زوجته الجديد وهيسيب الطفل معايا. وفي يوم سفرهم الجو كان برد جدا، فولعت حطب علشان ادفي الاوضه، والولد كان بيلعب على الارض وانا كانت نار الغيره بتاكل في قلبي. راح الولد للمدفى وكان هيمسك الجمر، جريت على الولد بسرعه وبدل ما اشيل النار من ايده حطيت ايده كلها في النار، هديت نار قلبي شويه لكنها ما انطفتش. وبعدها بكام ساعه جالي الخبر ان زوجي وزوجته التانيه عملوا حادثه في الطريق ومات. لقيت نفسي وحيده وماليش حد في الدنيا غير الولد ده اللي انا شوهت ايد. كبر الولد وحبيته وبقى هو المسؤول عني، هو اللي بيرعاني وبيعاملني برحمه وحنيه وبيندهلي وبيقول لي يا ام، وفي كل مره بشوف فيها ايده المشوهه بسببي بيدخلها قلبي من الحزن عليه، وانا ما اعرفش من غيره وكنت هعمل ايه في الدنيا. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي.